السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال وفي احسن صحة يا رب. النهاردة قلت اعمل لكم بقى حاجة كلكم بتحبوها، مكرونة بالبشاميل، بس على طريقة ماما الله يرحمها. يعني انا بحب الطريقة بتاعتها دي على طول، فيا رب تعجبكم. يلا بينا هنشوف هنعملها ازاي. انا جايبة طبعا لحمة مفرومة معصجاها، سهلة. بتعصجوها عادي ببصل وحبة ملح وفلفل وشوية بهارات وبصل، بس بسيطة يعني. وهنا مكرونة اقلام انا سلقاها ومجهزاها، وهنا شوية قشطة، وهنا بيضتين، وهنا دي العلبة دي فيها دقيق، وطبعا اللبن بتاعي اللي انا هعمل بيه البشاميل. يلا بينا بقى نجهز كده البشاميل مع بعض. انا جبت هنا حله وحطيت فيها كده كان معلقه سمنه حلوه كده، حلوين كده، عشان هنعمل البشاميل. تمام. هنحط حوالي 4 معالق دقيق. انا بحب البشاميل في المكرونه كتير. ادي 2، ادي 3، ادي 4، كفايه كده. نبتدي بقى الدقيق مع السمنه. انا بس عايزه السمنه تسيح كده مع الدقيق، مش عايزاه يغمق. الدقيق مش عايزاه يغمق. بشاميل سهل جدا على فكره يا بنات، سهل جدا 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 جدا. تدخلوا كده الدقيق مع السمنه لحد ما السمنه تبتدي تفك كده مع الدقيق، وعلى نار هاديه. مش عايزاها تغمق يا بنات، عايزه الدقيق لونه يبقى فاتح. تمام. بدأ السمنه تفك اهي. الطريقه دي سهله جدا جدا للبشاميل، بتطلع البشاميل بيطلع ناجح جدا يا بنات. شايفين السمنه فكت اهي. انا هوطي بس النار شويه. خلاص. هبتدي اجيب شويه لبن صغيرين قوي. بصوا بس هقول لكم ليه. شايفين حبه لبن صغيرين الاول، تفكي بس الدقيق بالسمنه. هيكلكع معاكي مش مشكله، انا عايزاه يكلكع. شايفين بدأ يكلكع اهو. انا عايزاه يكلكع ليه بقى؟ عشان نبتدي نحط تدريجيا اللبن، بيطلع البشاميل في منتهى الجمال يا بنات. بص شويه شويه، ما تستعجلوش. هيفك تاني. بصوا متقلقوش، حتى لو كلكع فكوه باللبن. انا بنزل باللبن، مش يعني هو ال4 معالق دقيق بياخدوا مثلا لتر وربع لبن او كيلو وربع لبن. نبتدي بقى نحط اللبن تاني. ما بحطوش كله، انا بمشي كده تدريجيا. هتشوفوه في الاخر هيبقى ازاي. على نار هاديه يا بنات، متستعجلوش عشان يطلع معاكم البشاميل ناجح. تمام. وانا على طول بقلب كده بروح نازله بمعلقه قشطه من اللي انا بطلعها من اللبن عادي. انا بجيب لبن دايما من عند اللبان، فدايما بشيل القشطه كده زي ما انتم شايفين. اروح نازله كده بمعلقه قشطه، تدي طعم جميل قوي يا بنات، منتهى الجمال. نبتدي بقى نقلب كده باستمرار، بسرعه 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 كده.
انا كده خلصت البشاميل يا بنات. بصوا السخونيه عامله عليه، بصوا معلش السخونيه لسه نازل من على البوتاجاز. بصوا انا بحب القوام ده، انتوا عايزين تتقلوه براحتكم، بس انا بحب القوام ده. هنحط له بقى حبه ملح وفلفل، معلقه ملح، ونقلب. نسيبه يهدى شويه. انا كنت سبت البشاميل يهدى شويه عشان ما ينفعش يا بنات احط البيض وهو سخن كده، ما ينفعش. فانا دلوقتي هحط بيضه نكسرها، تمام. هنحط لها حبه ملح وفلفل، نبتدي بقى ايه نضربها كده. الطريقه دي بتاعت امي الله يرحمها. واروح بقى حاطه البيض ده على البشاميل. دي طريقه امي يا بنات، طريقه امي اللي على طول بعملها، ما بعملش غيرها. ما بحطش بقى جبن ولا بحط اي حاجه، ولا هو ده اللي انا بعمله. خلاص كده تمام، انا كده تمام. نبتدي نجيب كده البشاميل، ونبتدي ايه نحط على المكرونه بشاميل كده، نحط على المكرونه. اعذروني انا اللي بصور، معلش يا بنات. كده اهو نقلب كده. هنجيب الصينيه بتاعتنا القمر دي، نبتدي ايه نحط كبشه بشاميل كده حوالين الصينيه. زي ما انتوا شايفين كده. وابتدي احط بقى نص البشاميل في الصينيه. حطيت نص المكرونه وحطيت عليها اللحمه المفرومه، وهنحط عليها بقيه المكرونه دي. ماشي. حطيت بقى بقيه المكرونه، هنبتدي نغطيها بقى ايه بالبشاميل الباقي اللي عندنا كده. فيها كلها كده زي ما انتوا شايفين كده. ابتدي بقى اسويها كلها. وزي ما انتوا شايفين يا بنات اهي طلعت صينيه المكرونه اهي، جميله قوي يا بنات، حلوه قوي، هتعجبكم قوي الطريقه، جربوها وادعولي. يلا واسيبكم بقى في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.